منعوا الخطيب من حضور اجتماع النادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. الخطيب قيل أو كما قيل إنه اتمنع من حضور اجتماع النادي الأهلي، وكانت ده قرار أو تليفون جاي من فوق. طيب تعالى نناقشها عقلانيا ومن غير عواطف. هو ازاي اتعرفت الحكاية دي؟ في ناس جوه في النادي الأهلي ما بيتبلش في بقها فولة، وقالت ان الخطيب لما وصل النادي الأهلي كان غضبان وكان زعلان، وقعد في المقصورة وقعد مش عارف فين حوالي نص ساعة، وكان الراجل مش طايق نفسه، وبعدين طلع وراح ماشي وما حضرش الاجتماع. فطبعا الإشاعات وما أكثر ما أكثر الإشاعات اللي بتحصل أو اللي بتطلع اليومين دول على النادي الأهلي من الزملكاوية وبعض الأهلاوية، وطبعا ما بيفوتوش أي مناسبة أو أي حدث إلا لما يطلعوا يعني يبقى التفكير الأساسي أو الأولاني هو تفكير سيء وسالب أو سلبي تجاه النادي الأهلي. طيب تعال بقى نشوف الحكاية دي. هو مين اللي يقدر في النادي الأهلي يقول للخطيب انت مش هتخش اجتماع الاجتماع اللي موجود او اللي انت دعيتنا عليه او دعيتنا له؟ مين في النادي الاهلي يقدر يقف قدام الخطيب يقول له ما تحضرش الاجتماع ده؟ وحتى لو فرضنا ان ده حصل وجه تليفون من فوق وقال له ما تحضرش الاجتماع، ووصل هو النادي الاهلي مثلا، المكالمه جت وهو في العربيه او حاجه وهو وصل خلاص النادي الاهلي، طيب مش من الاقدر به ان هو يخش الاجتماع ده ويقول لهم يا جماعه انا مش هقدر، انا اتهددت وخلاص انتوا اشتغلوا انتوا لوحدكم واعقدوا الاجتماع وانا ماشي؟ ما حصلش، ما دخلش خالص. طيب لما السنه اللي فاتت زي ما قال واحد من الناس اللي بيطلعوا على اليوتيوب، الله يمسيه بالخير بقى، قال طب والسنه اللي فاتت مين اللي تحكم او مين اللي امر الخطيب او لما الخطيب مثلا لما الخطيب قال مش هلعب ماتش الزمالك الا بحكام اجانب، وصمم، والناس ووزير الرياضه الاسبق الواد لهبل المعتوه ده ابو رياله اتكلم ومش عارف ايه، والناس اتحايلت عليه وبتاع، وهو راسه الف سيف مش هلعب. طب ما كان يتضغط عليه السنه اللي فاتت؟ طيب برضه هو الاجتماع كان اجتماع ايه مثلا؟ اجتماع مثلا مجلس ثوره؟ الاجتماع اللي حصل السنه الاجتماع اللي كان يعقد او عقد، اجتماع ايه خطير للدرجه دي يعني؟ مثلا ده اجتماع نادي رياضي، يمنعوه ليه؟ يمنعوا ليه؟ مفيش اي سبب. ولو كان كده، لو كان يقدروا ان هم يتحكموا في تصرفات وقرارات الخطيب، كانوا قدروا ان هم يجبروه انه يتصالح مع مرتضى منصور من كذا سنة لما تحايلوا عليه يعني شهور عديدة، وهو برضه مصمم لا مش هيحصل. وناس كبيرة جدا في البلد اتدخلت، وناس كبيرة ما كان ممكن
ما كان ممكن يأثروا عليه، ما أثروش عليه ليه؟ اشمعنى النهار، اشمعنى دلوقتي في اجتماع يعني ما هواش اجتماع يعني خطير يعني وضد البلد للدرجه دي، يعني ما هواش اجتماع مثلا حاسم قوي، او اجتماع مثلا يعني في يعني ضد مصلحه مصر. ده لدرجه ان يعني قعدوا يغنوا في الاخر يعني سنة يعني في حكايه مرتضى منصور، وفضلت احايله ما يردش، اقول له حبيبي، ما يردش، اقول له يا سيدي، ما يردش. ما هو شويه شويه كانوا هيغنوا الاغنيه دي، ما يعني ما لم يستجب لاي من الضغوط. اشمعنى المره دي يعني؟ ليه؟ وهو من امتى النادي الاهلي بيضغط عليه بالطريقه دي ان هو ما يحضرش اجتماع؟ يعني رئيس النادي الاهلي ما يحضرش اجتماع. هو يعني طب تعالى يعني تفكر بيها برضه من ناحيه تانية. طب ما هو حتى لو ما حضرش الاجتماع، بلاش يا سيدي يحضر يعني بجسمه. طب ما هو ممكن يعني كان يحضر بالزوم، ولا يحضر باي تطبيق يتيح له ان هو يبقى في يعني قاعه الاجتماع من غير ما يبقى في قاعه الاجتماع. هيحصل ايه يعني؟ ممكن يحضر الاجتماع بالتليفون. يعني ده خلاص كده هيكسر مقاديف الاهلي، خلاص كده هيوقف يعني قدره النادي الاهلي انه يتخذ قرار. ده ايه الغباء ده؟ ولو عملها يبقى مسؤول غبي جدا وتافه وما بيعرفش يفكر كويس. ده لو حصلت يعني. طيب ما هي حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر إن الخطيب كان زعلان جدا، لأن كما قال واحد برضو من الناس اللي بيطلعوا على اليوتيوب، إن إنشاءات النادي الأهلي متأخرة behind schedule. يعني إيه؟ يعني متأخرة تأخير كبير جدا، وهو عاوز الاستاد ده ينشأ ويفتتح في فترة ولايته. يعني هو عايز يخرج ويقول أنا يعني الإنجاز بتاعي، أكبر إنجاز عملته إن أنا أديت النادي الأهلي، أو كنت سبب في إن النادي الأهلي يبقى له الملعب الخاص بيه. فطبعا الراجل زعق في الجدع اللي المفروض إنه يبقى اللي هو يعني متولي الأمر ده، لأنه ما بيشتغلش عليه. طب إزاي الراجل ده لسه قاعد في منصبه؟ ما هو برضو دي من جراء إيه؟ أنت بتجيب واحد علشان ده صاحبك، ولا مثلا من أهل ثقة. ما بتجيبش واحد عنده الخبرة وعنده التفاني في ان هو يخدم النادي الاهلي. ما دي مشكلتك برضو يا كابتن خطيب. انا عايز اعرف بقى الراجل ده لسه قاعد ليه؟ ليه ما جبتش واحد غيره عشان يتولى المشروع ده؟ انت لما تيجي تغضب، اغضب من نفسك الاول. ما هو انت دي اختياراتك انت، ولا ايه؟ طيب مين بقى اللي بيطلع الاشاعات دي؟ زي ما انا قلت قبل كده، الزملكاويه. وللاسف بعض الاهلاويه حتى دخلوا على القناه دي وابتدوا يقولوا لا، ده يعني بيبتدوا يرددوا نفس كلام الزملكاويه، ان دي معلومات من بره ومعلومات من فوق، وجاي له تليفون وجاله مش عارف ايه وقالوا له لا وما تحضرش، والكلام ده كله بيرددوا نفس الكلام. ما هو يا اما هو اهلاوي منقاد، يا اما هو زملكاوي وبيحاول ان هو يعني يتظاهر بالاهلاويه. فانتم ما بتصدقوش ليه؟ بتصدقوا الكلام ده ليه؟ مش فاهم انا يعني احنا كاهلاويه بنصدق الكلام ده ليه؟ وانت يا زملكاوي عايزك تعرف حاجه واحده بس، النادي الاهلي يعني الاهلاويه المصريين وغير المصريين هم اللي بيدفعوا فاتوره فسادك. يعني انت المفروض تبقى شاكر لكل الاهلاويه على الخدمات المتتاليه اللي احنا بنأديها عنك انت.
انت تطلع بقى تغتصب حق غيرك وتنصب على الناس وتخالف القانون وتكسر قواعد البروتوكولات البنكية والمالية وتبوظ الدنيا ومش عايز تدفع اللي عليك. واللي بيدفع الضرائب دي كلها وبيدفع ضريبة المصايب بتاعتك دي كلها هم المصريين. طب هم مين المصريين؟ 90% من الشعب المصري أهلاوي. انت المفروض ان انت كل يوم الصبح تصحى وتشكر ربنا على وجود الأهلاوية في مصر، مش تطلع إشاعات علينا وتقرفنا. والله العظيم عيب حياة ربنا. لا انتوا ما بتختشوش ابدا يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. فاني ابو ريحة اتسأل ليه هو ما تدخلش في حكاية منع جماهير الاهلي انها تحضر ماتش الترجي والكلام ده كله. فشوف بقى الايه العذر اللي اقبح من الذنب. قال لك اصل رئيس النادي ما كلمنيش، اللي كلمني موظف هناك في النادي الاهلي، وبيقصد اللي هو يعني المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ودي برضه هو ليه حق فيها بس ملوش حق فيها. ليه؟ اللي كان ممكن المفروض يكلمه هو الخطيب. الخطيب اتمنع انه يكلمه لانه متضايق منه. طب ما انت متضايق منه لان انت اللي ساعدته ان هو يبقى رئيس الاتحاد المصري. انت بتتضايق من نفسك بقى، انت اللي وثقت فيه. بس انت كنت المفروض ترفع سماعه التليفون وتقول له، تتصل بيه. فهو خدها بقى ايه، ما هو بيتلكك يعني. ابو ريحه زفره بيتلكك. طب يا اخي لو كنت انت عايز تخدم النادي الاهلي كنت تقدر تساعد وتعمل اللي انت المفروض كنت تعمله، وبعدين ترفع سماعه التليفون وتعاتب الراجل. تحطه بقى في ايه، في موقف ان هو يبقى محرج منك. يا اخي انا ساعدتك يا اخي، مش كان المفروض برضو ان انت، مش عيب برضو ان انت تبعت لي حد من النادي عندك؟ المفروض ترفع سماعه التليفون وتكلمني. هو في ايه يعني كان ممكن انت تكلمني كده، يعني ما ينفعش كده ابدا يعني. كان المفروض ان انت تتكلم معاه حاجه كده، تعاتبه، تخليه يخجل ان هو ما كلمكش. انما انت تبوظ فرصه نادي وتضيع عليه بطوله افريقيا علشان الرئيس بتاعه ما كلمكش. يا تافه يا ابن الكلب، يا تافه يا معفن يا ابن التافه. طبعا دي تلكيكه، كلام فارغ. والله لو كان حتى مين كلمه ما كانش هيعمل حاجه. هو كاره للنادي الاهلي. مرتضى منصور طلع واعترف لاحمد شوبير من سنوات ان ابو ريحه زفره المعفن ده حط الازاز بتاع صاله اللعب في نادي الزمالك، وحط الازاز ده على حسابه. شوف درجه حبه لنادي الزمالك، على حسابه. الفيديو موجود، حضراتكم ممكن يعني تطلعوه وتسمعوا. انا مش جايب حاجه من عندي. في بعد ده كله عايز تنتظر خير يجي لك من ابو ريحه ولا احمد مفاخد ولا مجاهد افندي ولا توجيه، ولا زي ما بيقولوا عليه توجيه احمد، ولا اي حد من الحثاله اللي موجودين في الاتحاد ولا في الرياضه في مصر. مفيش. ده حتى الراجل اللي هو اللي اسمه جوهر نبيل ده، ايدك منه والارض يعني، زيه زي الكرسي اللي هو قاعد عليه، ما بيعملش حاجه ولا طلع له صوت ولا وقف جنب النادي الاهلي في حاجه. انا ما بقولش وقف جنب النادي الاهلي عشان انت اهلاوي، انا بقول لك وقف جنب النادي الاهلي عشان النادي الاهلي عايز مساعدتك. ولو الزمالك محتاج مساعده تقف جنبه، لو بيراميدز محتاج مساعده تقف جنبه، لو اي نادي مصري عايز مساعده انت تقف جنبه. انا ما بتكلمش عشان انت اهلاوي، لا 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 لا.
امال انت وزير الرياضه ليه ولا الشباب والرياضه ليه؟ عشان جاي بس تروح الاجتماعات الصبح بدري معاك كوبايه الستاربكس وتنزل وتطلع ومش عارف ايه وتاكل جاتوهات ايه اللي انت بتعمله؟ انا عايز افهم تعمل لغايه دلوقتي. انت عملت ايه؟ لغايه دلوقتي انت انجزت ايه كوزير رياضه؟ مصيبتين حصلوا في عهدك لغايه دلوقتي. كارثه محمود وفا الكلب المعفن الجربان، وكارثه خروج النادي الاهلي لعدم التعاون والوقوف والمؤازره من الاتحاد بتاعك. هيحصل لنا ايه تاني في عهدك؟ يبقى انت وزير جاي وزير شخشيخه، انت وزير لعبه، انت وزير معفن، انت وزير ملكش لازمه. هي كده ولا ايه؟ في دوري الدرجه الثانيه او دوري المحترفين كان في ماتش بين المنصوره والاتصالات، والحكم عبد العزيز السيد اعتقد احتسب ضربة جزاء على المنصورة، وضربة الجزاء دي هو ما شافهاش كويس. فالحكم الرابع يعني مشكورا قال لك هو طبعا ما فيش فار في دوري درجة المحترفين لان طبعا الفلوس قليلة. ليه الفلوس الاتحاد قليلة؟ لسببين. السبب الاولاني ان هو ما بياخدش او متنازل عن حقه من كل الفلوس او من تجميع كل الفلوس النادي الزمالك المفروض يدفعها له. عمال يجدول المتجدول، فاهم ازاي؟ زي ايه؟ مفيش فايدة، احنا في حلقة مفرغة. الحاجة التانية السرقة اللي بتحصل في الاتحاد، يعني ناس حرامية وكمان مش عايزين ياخدوا الفلوس اللي مفروض ان هم ياخدوها من نادي، يعني نادي عوق، نادي لبط مش عايز يدفع اللي عليه. فطبعا النادي اللي معهمش فلوس عشان يحطوا أجهزة فار في دوري الدرجة الثانية. طب يعملوا ايه؟ الراجل الحكم الرابع كان معاه موبايل، راح شاف اللعبة على الموبايل ولقى اللعبة من خارج منطقة الجزاء، فراح استدعى الحكم قال له تعالى شوفها، تعالى دي مش ضربة جزاء. فاستدعى الحكم الرابع الحكم الساحة وقال له تعالى شوفها، مش دي مش ضربة جزاء. فالحكم فعلا شافها ولقى انها من خارج منطقة الجزاء ولغى ضربة الجزاء. طيب الناس طلعت تقول لك دي فوضى، كل الناس اللي على اليوتيوب قال لك دي فوضى وما بيحصلش في اي حتة تانية ومش عارف ايه وده كلام فارغ، وده بدل ما يطلعوا وقال لك الحكمين دول هيتوقفوا وهيتحاكموا ومش عارف ايه وهنصبوا لهم مشانق. انا بقول الناس دي لازم تتكرم، الناس دي مبتكرة. انت مش عايز تديني الحاجة اللي تخليني اعمل وظيفتي على اكمل وجه. انا بقى عملت ايه؟ امبروفيزيشن، يعني ارتجلت، يعني لقيت حاجة قدامي استخدمتها. ايوه صحيح مش مظبوطة، بس هو مين اللي بيكتب القانون ده؟ هو مين؟ طب انت ليه ما تكونش رائد في الموضوع ده ومبتكر في الموضوع ده؟ ليه؟ لان كل الاتحادات التانية اتحادات عندها ذمة، اتحادات نظيفة، عندها فار في كل ماتشاتها، درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة، عندهم فار في كل حتة. إلا طبعا في أفريقيا هنا عندنا، لأن عندنا احنا هنا متخلفين، وفي مصر حرامية. فبدل ما تطلع تشكر في الجدع وتقول عمل اللي عليه
واكتشف حاجه يعني اكتشف حاجه ممكن يعملوها في قاره افريقيا. يعني ما دام ما عندكوش فار خلاص، ما تبقاش انت رائد في المجال ده ليه؟ ما تبقاش رائد فيه ليه؟ ما تتصلش بالاتحاد الدولي وتقول له اسمع انا ما عنديش فلوس اعمل ابقى عندي فار في الدرجات الادنى والكلام ده كله، هستخدم الحاجات دي وتبقى ما هي زي هي ما هي نفس الشاشه. هي شغلانه، هي لازم تبقى يعني كل حاجه بالمقاس وكل حاجه مش عارف ايه ما تبتكروا شويه يا جماعه، ولازم احنا كلنا نبقى نتبعهم دايما، ما نبقاش ابدا يبقى عندنا موقف ريادي ابدا في الحكايه في اي حاجه. تعاقبه ليه؟ هو عمل ايه غلط؟ ده كان هيحسب ضربة جزاء مش ضربة جزاء يا راجل. ادى الفريق التاني حقه. الله، سبحان الله. هو الفساد ده من ناحيتين، يعني فساد هنا وفساد هنا، مفيش فايدة. انتم بهايم للدرجة دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مطلب النادي الاهلي لازم يصر عليه ان الاهلي والزمالك يتناوبوا على رئاسة الاتحاد. مش كل رئيس اتحاد يجي يبقى زملكاوي، ما ينفعش الكلام ده. هو فين العدل ده؟ فين الانصاف هنا؟ فين المناصفة؟ مش انت بتقولي قطبين ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ طب ليه يبقى كل الاتحاد ده من نادي واحد؟ لا ما ينفعش. ويبقى رئيس الاتحاد دايما زملكاوي، وانا ما بقاش زملكاوي بالاتحاد لو كان اهلاوي ما يفضلش يعني عده شهور ويطرد. لا ما ينفعش الكلام ده. الاتحاد لازم يرأس فتره من زملكاوي وفتره تانية من اهلاوي، عشان يبقى في عدل، يبقى في اتزان في العمليه، يبقى في موازنه هنا. ما تبقاش عمليه كلها رايحه في سكه واحده، رايحه في ناحيه واحده. ما ينفعش. والنادي الاهلي ساكت. ما هو لما انت ساكت على حقك هيركبوك وهيفضلوا يركبوك لغايه لما تقول حاجه، لغايه لما تتكلم. وما دام انت مش بتتكلم هو بيفتري بقى، بيتجبر ويتنمر ويفتري، وبالتالي هو بقى يستشري بقى ظلمه ويستشري جبروته وينتشر قرفه عشان انت ساكت. كل ده بقى يعني يجيبنا لايه؟ لان الحكومه المصريه مش قادره تقضي على الفساد في الرياضه. بس هل هي فعلا مش قادره ولا مش عايزه تقضي على الفساد في الرياضه؟ الفساد الواضح، الفساد المفضوح، مش عايزين يقضوا عليه. طب مش عايز تقضي عليه ليه؟ هل انت عشان مش عايز تقضي عليه عشان تلهي الناس دايما في الحاجه دي، عشان تلهيهم بعيد عن المصايب التانية اللي بتحصل؟ طب ده الفساد ده بيقولك ايه؟ من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، مش كده؟ طيب ده الفساد الواضح انت مش عايز تقضي عليه، ما بالك بقى بالفساد اللي مش واضح؟ وما خفي كان اعظم. يعني اللي من بره منيل بنيله واللي من جوه الطمي عليه يا عديله. انتوا مش عايزين تقضوا على الفساد الواضح اللي باين للناس كلها، تقوموا هتقضوا على الفساد اللي الناس مش عارفاه ومش عارفه توصل له ومش عارفه عنه حاجه. حكومه فاسده، حكومه ليست على قدر المسؤوليه. ولا اعتقد الحكومه دي لو ما كانوش من اليهود المتخفيين يبقى اكيد فيهم ناس ماسونيه. الله اعلم. ما هو مش هيقول لك هو مين.
ولا هو ايه؟ بس يعني تبعات اعماله باينه وواضحه. ربنا يحفظ مصر من الناس دي ويخلصنا منهم الى الابد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.